تيدخل خنوس، تيدخل ابراهيم، تيزيد مع مناحي مع صيباري، تولوا عندنا 5 اللعابه. دونك تسديد نتيرو نشوتو من البعيد مزيان، ونحاولوا ما امكن كاع داك لي زين دو هذيك مع ما تقال، نحاولوا نقلبوا على لي زين دو وسط من العمق، اولا حتى لي سونتر يكونوا في الارض بعض الاحيان. وان شاء الله كما قلت انا متفائل بزاف، ان شاء الله يكون خير. عندنا لعابه ماشي على 11 اللي تنهضر عليهم ديما، عندنا حنا جروب فيه 26 لاعب طبعا كلهم مهمين ولا واحد، كل واحد تيتسنى الدور ديالو، وممكن اليوم يكون كاع الحل ان شاء الله من اللاعبين ديال اللي يكونوا في لي رومبلاسون. يعني ممكن واحد رومبلاسون يدخل ويدير لك ان كون ماتش، يدير قلب لك الماتش كامل. يوسف، احنا امام كتاب مفتوح كاس العالم. انت شاهدتي المباراه الامس ديال سويسرا مع البوسنه والهرسك، مباراه حسموها البدلاء. 3 ديال الاهداف من ال4 اللي سجلت سويسرا سجلهم لاعبين البدلاء، كانوا على الدكه ديال الاحتياط. فبالتالي اليوم انت الا كنتي محتاج الى انك تمشي بعيد، وهذا هو الهدف اللي حنا مشينا له من اجل هذا المونديال، اننا نمشيو الى ابعد مدى، يا اما نعادلوا ان شاء الله الانجاز اللي حقنا في قطر، ونمشيو ابعد. الحمد لله تفاءلوا خيرا تجدوه. لكن القوه ديال اي فريق يمشي بعيد هو في الاساسيين وفي البدلاء على حد سواء. فبالتالي ممكن اننا نحركوا الاوراق. وانت لاحظتيها اننا في المباراه ديال البرازيل واحد الوقت خاصه مع بدايه الجوله الاولى كان الضغط اصبح للمنتخب البرازيلي، اصبح عندهم الاستحواذ، وكاننا احنا رضينا اننا نلعبوا بكتله منخفضه. لكن مع دخول اللاعبين البدلاء والتغييرات اللي عمل الناخب الوطني عاوتاني استرجعنا المباراه، لان كان لاعبين عندهم الطراوه البدنيه وعندهم ايضا القدره على ان يحسموا الكثير من المواقف. انا استمعت كثير للندوه الصحفيه سواء اللي عملها وهبي او اللي عملها كلارك المدرب ديال اسكتلندا. وهبي قال على اننا قدمنا مؤشرات اولى، لكن باقي اشياء كثيره يجب ان نقوم بها، وعندنا الامكانيه باش نقوموا بها. بمعنى انه يراهن على ان الفريق الوطني قدم مستوى افضل من اللي قدمه امام البرازيل، ولا قدم الفريق الوطني مستوى افضل من البرازيل دفاعيا وهجوميا في عمليه التحكم في المفاتيح المباراه. غنكونوا متيقنين على اننا ان شاء الله غنربحوا بعون الله وتوفيقه. ايضا المدرب الاسكتلندي قال على انه اللي خصنا، وهذا الشيء تاكيدا لما قلتيه انت يوسف واللي ما قلته انا ايضا، هو انه قال لهم يجب ان نتفادى اننا نمشيو نلعبوا الكره اللي كتقنع المغرب. المغرب الان يعتبر من المنتخبات الكبيره في العالم، منتخب يعشق الاستحواذ، كيعشق التحولات، لكن ايضا منتخب صبور، كيمكن لك الا فرضتي عليه يلعب بالبلوك النازل كيكون عنده داك الصبر. ماشي هذه ما عطياش للمنتخبات. وانا هادشي علاش كنا كنشيدوا بسي محمد وهبي عنده القدره على انه يتحكم هو بنفسه في فترات المباراه. وهنا كيكون دور كتذكر يوسف، دور المدرب كيكون كبير جدا في الكوتشين، بمعنى انه باش يمشي المباراه بالطريقه اللي كتناسب الفريق ديالو. كل ما هربت علينا المباراه خص يحاول السي وهبي يرجعها. حنا ما غاديش نقولوا كيفاش يلعب، المدرب راه عارف طبعا اش يدير، وعنده الدراري ديالو، والدراري عارفين اش غيديروا. حنا ان شاء الله عطينا واحد الجزء صغير، ان شاء الله غيكون عندنا موعد اخر بعد المباراه اللي غيكون شويه طويل باش نتهضروا على المباراه كيفاش دازت وكيفاش داز هذاك الشيء. دونك لا ربما واحد الحاجه اللي بقات بحال اللي تنقولوا انه هناك من الناس اللي كيمشيو يتذكروا المباراه اللي لعبتي انت يوسف قبل 28 سنه، لما سئل لاعب قال له واش نتوما غتدخلوا لهذه المباراه بنيه الثأر من هذيك الهزيمه ديال 3-0؟ قال لهم هذاك الوقت كان عندي 4 سنين، انا ما كنتذكر كاع شكون اللي لعب. فبالتالي لا قياس مع وجود الفريق ابدا. الزمان ماشي هو الزمان، المكان ماشي هو المكان، ايضا الجيل اللاعبين ماشي هو جيل اللاعبين. لكن عندنا ايماننا كبير انه فريقنا الوطني كيملك من العناصر ومن المرجعيه وايضا من الاراده الجماعيه ما يؤهله ان شاء الله لكي يكون متالقا في هذه المباراه. بقى شيء واحد بالنسبه لك انت يوسف، واش كتعتقد ان السي محمد وهبي غيدفع مع بدايه المباراه بنفس التشكيل اللي لعب به